شاب عادي جدا من قرية صغيرة في الدهالية. ملامحه بسيطة وحياته بسيطة، ومحدش كان يتوقع إن في يوم من الأيام هيبقى واحد من أخطر تجار المخدرات في تاريخ مصر. شخص بدأ حياته بدبلوم تجاري ومشواره صغير في التجارة الشرعية، وفجأة لقى نفسه بيتحول لإمبراطور بيهز اقتصاد البلد وبيتحكم في مزاج ملايين من البشر. اسمه سعد أبو الغيط، أو زي ما كانوا بيسموه بالشيخ الدب. قصته مش مجرد حكاية مجرم، قصته حكاية عصر كامل في فساد وسياسة وفلوس ودم وخيانة، من أول لحظة اتولد فيها لحد لحظة سقوطه المدوي وسط الرصاص والكلاشينكوف. تسمع معايا دلوقتي قصة فيها كل حاجة: الطموح والخيانة والقوة والانهيار. القصة اللي ممكن تقول بعدها مفيش حد بيكبر قوي من غير ما يدفع الثمن. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ونخش بكامل التفاصيل، يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين بالنصر القريب ان شاء الله، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس. نخش في الفيديو على طول. في قرية صغيرة تبروف من محافظة الدهالية، اتولد سعد زينهم سعد حسن أبو الغيط في بيت ريفي متواضع. لكن سعد كان طفل مختلف شوية، مش بس في حركاته لكن في طريقة تفكيره. كبر سعد وسط بيئة كلها شغل وتجارة، محلات وأسواق وشغل في الأراضي الزراعية. كان دايما بيبص على اللي معاه فلوس، على اللي ناجح، على اللي ماسك السوق من الآخر. جواه كان في نار، بس النار دي كانت نار الطموح اللي بتحرقه، بتخليه دايما عاوز أكتر. خلص تعليمه من هنا لحد دبلوم التجاري، ومن هنا بدأ يكتشف إن الطريق التقليدي مش هيحقق له اللي بيحلم بيه. طب ليه؟ هل وظيفته صغيرة ولا مرتبه محدود؟ لا، سعد كان شايف نفسه أكبر من كده بكتير. بدأ يدخل في تجارة بسيطة، قطع الغيار، حاجات صغيرة من هنا لهنا، وكانت البداية. لكن في اللحظات دي محدش كان يعرف ان الولد اللي بيبدأ مشروع صغير وحاجات صغيرة وبسيطة بعد كام سنة هيبقى اخطر رجل في تجارة الترامادول في مصر. سعد ابو الغيط من صغره كان شايف الدنيا غير باقي ولاد قريته. العيال حواليه كانوا بيلعبوا في الشارع، يجمعوا كور ويجروا ويروحوا ويجوا، لكن سعد كان بيقف يتفرج كده وعينه رايحة على اللي بيربح واللي بيمسك فلوس، اللي ليه كلمة وسط السوق. في المدرسة ما كانش متفوق قوي في الدراسة النظرية، كان بيجيب درجات مقبولة، لكن عنده سرعة بديهة خليه يخلص من أي ورطة. المدرسين كانوا بيقولوا عليه سعد دماغه تجارية مش علمية. وبالفعل بعد ما خلص دبلوم التجارة بدأ يفكر إيه اللي ممكن يطلعني من حياة الفقر اللي أنا عايش فيها. في بداية شبابه جرب شغل عادي واشتغل في محل ونقل بضاعة وحاجات صغيرة، لكن عاليته ما استحملتش الروتين ده. كان دايما عنده جملة بيرددها: الفلوس الكبيرة مش بتيجي من الشغل الصغير. ومن هنا بدأ أول خطوة في حياته. سعد دخل عالم التجارة البسيطة، مش تجارة الممنوعات لسه، لأ، كان بيجيب بضاعة رخيصة من برا البلد ويبيعها أغلى في السوق، قطع غير الموبايلات وأقمشة حتى لعب الأطفال. وكان ذكي، يعرف ازاي يوزع وازاي يكسب ثقة التجار، ازاي يعمل نفسه ابن بلد علشان محدش يشك فيه. لكن مع مرور الوقت ابتدأ يكتشف حاجة تانية خالص: ان السوق ده في دايما اللي فوق اللي بياكل الكل، واللي بيمشي بالقانون بيفضل تحت دايما. اللحظة دي كانت نقطة التحول لما قرر انه مش هبقى واحد من الغلابة اللي بيبدأوا يبيعوا بتجزئة ويلموا ملاليم. سعد قال لنفسه لازم الاقي الطريق اللي يوصلني، اللي يخليني انا اللي فوق. وبالفعل بداية 2005 تقريبا بدأت تقول عروض يدخل في شغل أكبر شوية: تهريب سجاير، ألعاب نارية، بضايع بتيجي من بره من دون جمارك. الشغل ده واللي شجعه أكتر إن المكسب كان بيجي بسرعة خيالية، واللي بيكسبه في شهر في التجارة العادية كان ممكن يكسبها في صفقة واحدة في التهريب. وهنا بدأ التحول من تاجر بسيط لمهرب صغير، والخطوة دي اللي فتحت قدامه أبواب ما تتقفلش، وهي أبواب الممنوعات. وسنة ورا سنة سعد بدأ يلاحظ حاجة: إن اللي بيتاجروا في السجاير والألعاب النارية بيكسب لكن اللي بيدخل في المخاطرات بيكسب أضعاف. أول مرة نسمع عن الترامادول كان سنة 2007 تقريبا، حبوب حمراء صغيرة بتتباع في السوق السوداء، والعمال والسواقين الطلب عليها كان جنوني، والمكسب كان أضعاف غير أي تجارة تانية. سعد ما صدق إنه لقى الباب ده قدامه. بدأ بكمية صغيرة، كام ألف شريط بس كده، يشوف الدنيا ماشية إزاي. ولما شاف إن البيع سهل والمكسب رهيب قرر يوسع أكتر. هنا كان بيعدي الخط الأحمر،
لحد اللحظة دي كان مجرد مهرب بضاعة، لكن من اللحظة اللي قرر يدخل فيها من سوق الترامادول سعد أبو الغيط بدأ رحلته علشان يبقى إمبراطور. أول مواجهة ليه مع الأمن سنة 2009، الأمن وصل له معلومة إن سعد بيهرب ترامادول. الشرطة عملت حملة وفعلا ظبطوا كمية في قريته مرتبطة باسمه، لكن سعد كان ذكي، ما كانش مسك البضاعة بنفسه، قدر يزوق بقانون والقضية اتحولت غيابي. ومن اللحظة دي اتعلم درس: إياك تمسك البضاعة بإيدك، خليك دايما في الظل. والطموح بيبدأ يكبر. سنة 2010 بدأ يدخل في صفقات ضخمة، حاويات جاية من الهند والصين وملايين الأقراص حرفيا، وبيستخدم شركات وهمية وأسماء مزيفة علشان يعدي من الموانئ. وبقى عنده شبكة كاملة مكونة من مديرين في الخارج، مهربين بيستقبلوا في الموانئ وموزعين في كل المحافظات، وناس في الجمارك تسهل وتعدي. وسعد أبو الغيط مبقاش مجرد شخص، ده بقى منظومة كاملة. من بعد 2010 سعد بقى اسم معروف في دوائر التهريب. أي صفقة كبيرة في الموانئ أو الطريق الصحراوي تلاقي دايما في الخلفية سعد أبو الغيط. لكنه كان ذكي جدا، ما يظهرش، ما يمسكش بضاعة بإيده، دايما كان عنده واجهة. بدأ يكون شبكة ضخمة، زي ما قلت لك في الهند والصين بيصنعوا الترامادول في كميات رهيبة، كان عنده موردين خارجيين هناك، لكن الشركات الوهمية كان بيستورد من خلالها بضايع شكلها قانوني. أما بقى الموزعين المحليين كان بيوصل لهم البضاعة علشان يعملوا التجارة الجزئية. في وسط كل ده سعد هو العقل المدبر. نيجي بقى لصفقة كبيرة، وكانت صفقة بالنسبة له نقلة تانية، وهي صفقة 20 مليون قرص. سنة 2010 الأمن ظبط حاوية فيها حوالي 20 مليون قرص ترامادول جاي من الهند. القضية دي كانت مرتبطة مباشرة باسم سعد. الموضوع هز الإعلام، والبقى الكل يعرف إن في وحش جديد طالع في سوق المخدرات. القضاء حكم عليه بالسجن المشدد غيابي، لكن سعد ما اهتمش، كان عارف إن القضايا الغيابية بيقدر يلعب فيها براحته. الفلوس اللي معاه بدأت تفتح له أبواب كتير جدا. في الوسائط الإجرامية سعد كان ليه لقب أكيد، كان اسمه الشيخ الدب. بتقول ايه؟ الناس كانت شايفاه كأنه أسطورة، شاب جاي من قرية بسيطة وبقى ملياردير من تجارة الترامادول، العربيات الفخمة والفلل. كان دايما يحب يبان رجل وقور. استغفر الله. يساعد الناس بالفلوس ويوزع خير علشان يكسب سمعة، لكن في الحقيقة كان بيكسب من طريق مدمر لآلاف الشباب. مع الفلوس الكتير سعد بدأ يبني نفوذ سياسية واجتماعية، بيرشم موظفين في الجمارك وبيكسب ولائهم، وبيكسب ولاء ضباط صغيرين بالهدايا، وبيدخل فلوس في مشاريع خيرية شكلها نظيف علشان يغطي على نشاطه. بقى محمي من كل الاتجاهات، أو على الأقل كان فاكر كده. جت ثورة يناير 2011، البلد دخلت في فوضى والأمن انهار جزئيا، والدولة كانت حرفيا مشغولة ومش مركزة معاه تماما. ودي كانت أكبر فرصة لسعد، وسع نشاطه بشكل جنوني. الترامادول غرق السوق المصري، الناس بقت تتكلم ان سوق الترامادول في مصر بقى ملك سعد ابو الغيط. في الفترة دي حس سعد انه وصل للي كان بيحلم بيه، لكن في الحقيقة كان بيجهز نفسه لمرحلة اخطر بكتير، وهو الارتباط بالسياسة، لان اللي في حجمه مش ممكن يعيش طويل من غير ما يكون له حماية من فوق. تعالى بقى كده نرجع لقضية 20 مليون قرص ترامادول اللي كان في سنة 2010. المحكمة حكمت على سعد، لكن سعد ما دخلش السجن ولا يوم. طب ليه؟ لأنه كان بيتحرك دايما في الظل، لا بيظهر باسمه ولا بيكتب أوراق حقيقية في الصفقات، كل حاجة ورا ستار. ولا حد واخد باله مني، أنا وراهم لحد ما أدخلهم الغشة. القضية دي علمته درس عمره، وهي اللي يتشاف يتجاب واللي بيستخبى يعيش. من 2010 لحد 2012 سعد كان عايش زي المطاريد. مش معنى انه مستخبى في الجبل، لا، هو كان بيستخبى وسط الزحمة، يسافر بين المحافظات، يغير اماكنه، يبات يومين في فيلا، اسبوع في مزرعة، يوم في القاهرة، يومين في العبور. حتى اهله في نبروه ما كانوش يعرفوا مكانه بدقة، وفي كل مكان يروحوا يسيب رجالة تشتغل. عنده شبكة كبيرة جدا لا اسمها لا مركزية. الأمن لو مسك حد في اسكندرية الشغل ما يقعش في الدقهلية، لو صفقة اتقفشت في بورسعيد
في غيرها ماشية في دمياط. سعد استغل ثغرات القانون. الأحكام الغيابية كانت دايما لها ثغرات، تقدر تستأنف وتعيد الإجراءات أو تلعب بالمحامين لحد ما تضيع التهمة، وهو كان عنده محاميين كبار شغالين ليل نهار. نيجي بقى لغسيل الأموال. بالتوازي سعد بدأ يغسل أموال، فتح شركات ظاهرها قانوني زي شركات مقاولات واستيراد وتصدير ومطاعم، وحتى مزرعة دواجن. الفلوس الوسخة دخلت جوه السوق الأبيض، وبقى شبه مستحيل إن حد يتتبعها. لما حصلت ثورة بقى يناير وسقط النظام، بدأ الإخوان تطلع على الساحة. سعد شاف إن ده المظلة اللي هو محتاجها، بدأ يقرب من قيادات إخوانية ويقدم تبرعات على الورق ويساعد في تجهيز الاعتصامات، وكان هدفه واضح: أنا مش عايز أبقى بس تاجر، أنا عايز أبقى محمي من فوق. الغريب إن سعد بيعيش حياة مزدوجة. في نابورو كان رجل خير، يوزع فلوس على المحتاجين، يدي شنطة رمضان وجهز دي وجهز ده، كل الكلام الحلو ده. لكن في الخفا كان بيغرق السوق في ملايين من أقراص اللي بتهد شباب البلد. الناس كانت متقسمة لنوعين: في ناس تقول الراجل ده كريم وبيساعد، وناس تانية بتقول ده سبب في خراب بيوت، لكن هو كان عايش الدورين لحد ما افتكر إنه مستحيل يقع. يعني بعد 2011 سعد قرب من قيادة الإخوان، خصوصا خيرت الشاطر. بدأ يمول اعتصام رابعة بأكل وشرب ولحوم. الهدف مش ديني ولا سياسي، الهدف هو حماية نفسه ونفوذه. بقى عنده غطاء سياسي يخليه أكبر من إنه يكون مجرم تاجر مخدرات. بعد سقوط الإخوان في سنة 2013 سعد فقد الحماية. الأمن جهز له كمين على محور 6 أكتوبر واتقبض عليه، وكان معاه إخواته و11 من رجالته. تم ضبط كميات ضخمة من السلاح وخرطوش تركي وملايين من الترامادول وسيارات فارهة. اتحكم عليه في قضايا كتير: 15 سنة سجن مشدد في قضية الترامادول، 7 سنين في قضية السلاح، وغرامات مالية كبيرة. يعني السنين اللي خدها كلها 22 سنة. حياته اتبدلت من قصور وعربيات لمحبس ضيق في سجن جديد الحراسة. النهاية كانت سقوط مدوي لراجل بدأ من ولا شيء لراجل صعد في كل الناس، وكان مفكر ان الفلوس هتحميه، وتوفى بعد ما قعد في السجن 7 سنين. كده تكون القصة بتاعتنا خلصت. ياريت لو ما صليتش على النبي تصلي على النبي في اخر الفيديو، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتستنى فيديو جديد، وسلام.